السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هنعمل سبونج بيتي مقاس 22. عملت تورتايه مقاس 22 وغلفت طبعا لا مقاس 20، الصينية مقاس 20، وغلفت الصينية طبعا بورق الزبدة علشان خاطر اعرف اطلع منه الاسبونشاية بتاعتي. وده اسبونج بيتي زي ما اتفقنا، وان شاء الله الفيديو الجاي هعمل معاكم الاسبونج. تمام. ده كده الاسبونج البيتي بتاعي بمقدار 150 جرام من الدقيق و100 جرام من السكر، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة لبن باودر، معلقة صغيرة مليانة محسن جل، ومعلقة صغيرة خل، وكمان 3 بيضات، واضرب دول كلهم كويس جدا مع فنجان مية صغير. تمام. او هتعايري بكوبايه ربع كوبايه ميه كده، وحطيها عليه وابدأي ان انتي اضربي الخليط بتاعك كويس جدا. جبت بقى المنشار بتاعي دوت وبدأت ان انا اقسم الكيك بتاعي، هيطلع لي حوالي 5 طبقات. بصوا الكيك من جوه ابيض ازاي وجميل جدا، والبني طبعا هو يعني لما بتيجي تعملي تورتايه نصين مش بيطلع المقاس قوي، يعني مش بيطلع بالنص قوي، بس مش مشكلة، يعني انت بتحاولي تظبطيها في التزيين بتاعك. هيجي اصلا من فوق وهتلاقيه بقى اخر طبقة دي هتلاقيها ايه، بالنص كده. دي كده تاني طبقة. ما شاء الله كيك طري، وانا مش هحشيه خالص، الكيك طري جدا. هكتفي بالكريمة اللي انا هحطها عليه. آه، بصوا طري جدا، والكيك ده انا يعني لسه عاملاه، يعني عملته من بالليل قوي، وقمت الصبح بدأت ان انا احشي فيه. بصوا النص اتظبط كده من في الطبقات اللي من فوق. دي بقى كده اخر طبقة، يعني طلع لي 3 ودي 4 اهي، 4 طبقات حلوين. تمام. والطبقة دي بقى كده هنستغنى عنها، يعني ايه، آه، يعني هيبقى فيها زفارة البيض وكده، فاحنا هنستغنى عنها، وممكن نشيل منها الرقنق ده خالص، وناخد الباقي نعمله كيك بوكس او حاجة. ناخد بقى اول طبقة كده وحتة كريم كده من تحت. والكريم بتاعي طبعا انا بضرب كريم شانتيه عادي بمية ساقعة جدا، مش بحط له سكر، انا بحط له بعد ما بيتضرب كويس، بحط له معلقة كده او معلقتين على حسب الكمية اللي انا عاملاها من النوتيلا البيضة او الجناش ابيض، اي حاجة عندي. بيبقى طعمه تحفة جدًا، وبيروح في حتة تانية خالص. هنبتدي بقى نقسم كده ال التورتاية بالنُص كده أبيض وشوكولاتة، وبرضه الكريمة الشوكولاتة باحط عليها لا إما شوية من بودرة موس الشوكولاتة، لا إما شوية من الجناش. الجنب الشوكولاتة هاحط عليه صوص شوكولاتة كده من جوّه، والأبيض هاسيبه زي ما هو مفيهوش حاجة. بدأت إن أنا ركبت الطبقات كلها، وبعد كده هاجيب بقى مسحت كده الجناب من زيادات الكريمة اللي فيها، وبعد كده هاجيب بقى الكريم بتاعي وابدأ ان انا اعمل النصين برضو من بره، نص ابيض ونص شوكولاتة. وهبدأ بقى ايه بالقرطاس، ده احلى حاجة بصراحة ان انت تحطي بيه كريم. هبدأ كده امشي بالكريم كده على سطح التورتاية من الناحيتين، وطبعا وهسويها وكل حاجة. التورت يا جماعة سهلة جدا، اعملوها في البيت والله، هي ما فيهاش اي مشكلة خالص، مش بتبوظ. هاتي اهم حاجة، هاتي محسن الجل، واضمني كل حاجة معاكي بعد كده، مفيش اي مشكلة خالص. حطيت بقى الكريمة اللي معايا. التورتاية دي بتاخد حوالي 200 جرام من الكريم الشانتيه، وانا بستخدم ماركة ريتش المتحدة، بصراحة يعني انضف حاجة. طبعا هو سعرها عالي، بس يعني هنعمل ايه بقى، يعني كله يعني كل حاجة عليت. هبدأ بقى بالسباتيولا دي كده، انا معايا مية سخنة جنبي لازم، وابدأ ان انا انزل كل الزيادات، مش مشكلة خالص. هنزل كل الزيادات من على الوش، وبعدين اسحب من الجناب واشيل الزيادة. بس انا بحب احط كريم بزيادة عشان خاطر ما يجيش فيه فتافيت، يعني لم الفتافيت اللي في الكيكة كلها يبقى بعيد عنها.
هبدأ بقى ان انا اشيل اي زيادة كده من تحت، وبعد كده هبدأ ان انا اساوي تاني، بس هشوف بقى اللي هو البني، وابتدي ان انا اساوي الكيكة كلها بالشكل ده. وكمان دخلتها التلاجة آه، يعني تمسك نفسها شوية. وبعد كده بقى هاجي كده اقسم الكيكاية من فوق برضو بالكريم شانتيه، هاخد الجزء الكريمة ده كله واعمل حواليه كريم شانتيه. طبعا الجزء التاني هنعمل جناش شوكولاتة. بصوا بقى اي شكل او اي قمع بقى انت تختاروه. طبعا التورته زي ما قلت لكم قبل كده كتير ان انا يعني بيجيلي الشكل كده قدامي بعد ما يعني بجلس التورتايه، اجي بقى اعرف انا عايزه احط ايه، اشوف ايه اللي عندي وايه اللي متناسق مع بعض وايه اللي انا اقدر احطه. بس فهو انا مش بيبقى مرتبه انا احط ايه من البدايه. ابدا بقى ان انا احط الجناش كده، هخبط كده بالقاعده بتاعتي ديت علشان خاطر تسيل الزيادة اللي من فوق، ما يبقاش يعني الاسبونج يبقى تقيل قوي، الجناش يبقى تقيل قوي. فانا هخبط كده اشوف الزيادات اللي هتنزل وبعد كده اعمل الدربات. زي ما انتم شايفين بالشكل ده، والجناش بتاعي طالع لامع وجميل جدا. انا ما بحطش حاجة عليه غير هي شوكولاتة ولبن بس. بسخن اللبن واحط عليه شوكولاتة لحد اما يتقل كده، يدي كده غلوتين كده على النار، وبعد كده اروح طافية عليه. هروح بقى من تحت كده محزماها بالكريم الشانتيه. وتمام كده في الجزء بقى الشوكولاتة ده طبعا هروح كاتبة الاسم هابي بيرثداي. وفي الجزء الابيض هحط طبعا الفاكهة. تمام، هعملها نص فاكهة ونص شوكولاتة. يلا ما تنسيش في اللايك بتاعك بقى والاشتراك في القناة، عشان انتوا بصراحة بتزعلوني جدا في النظام الاشتراكات، وهي اللايكات دي مفيش لايكات خالص يعني. اللايك مش هياخد منك اي حاجة خالص. ابتدي بقى ان انتي حطي الفاكهة بتاعتك، وحطي هابي بيرثداي بتاعتك، وحطيت 2 كاندي كده توت جنب الاسم علشان ينطق الجزء اللي هو البني. ودي كانت التورتايه بتاعتي. ولو عجبكم الفيديو طبعا مش هقول لكم تنسوا اللايك، متنسوش اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.